السلام عليكم، معكم خديجة في قناة سكر وزعفران وصفة جديدة، وصفة مهمة جدا في هذا الفصل اللي هو فصل الشتاء. علاش؟ لأنها كتسخن، مكونة من عصيرين أو مشروبين. عصير لا ماشي عصير لأنه مشروب ساخن، ما نقولش عليه عصير، مشروبين ساخنين. المشروب الأول عبارة على مشروب الكاستر اللي فيه واحد العنصر مهم جدا في هذا الفصل اللي هو حب الرشاد أو الحب الأحمر، كذلك يسمى بالحب الأحمر. وصفة اليوم عبارة على نصف لتر حليب على حسب الأسرة 4 الكيسان، يكفيكم نص لتر حليب، ومعاهم معلقة ونص ديال بودرة الكاستر أو تعوضوها بالمايزينا أو الكور فلاور، وكذلك معاها معلقتين ونص ديال السكر أو حسب رغبة السكر، شعيرات من الزعفران. احنا عارفين بأن الزعفران مهم فصل الشتاء وغني بالفيتامينات. وكذلك معنا قلنا الكاستر والسكر والحليب وحب الرشاد. عفوا، بالنسبه لحب الرشاد كناخذوا ملعقه ونص وكنقعوها في الماء الساخن ونخليوها لمده ساعه ساعتين شحال ما بغيتي، كيعطي واحد الماده الهلاميه. هذه الماده الهلاميه هي الاساسيه ومهمه جدا. المهم حركناهم في البارد الاول، من بعد نحطهم على النار حتى كيختر الخليط، وعاد كنخليو حب الرشاد هو اخر حاجه، كنخلطوا كل شيء الا حب الرشاد، من بعد عاد كنضيفوه على الخليط. بالنسبه قلنا الماده الهلاميه اللي كتكون في الحب الرشاد مهمه جدا لتنشيط وتنظيف الخلايا القولون، وهذا مهم جدا، لان لو ما نظفاش الخلايا ولو وقفات، لو لا قدر الله مت، كانه هو كانه كيغسل وكيشيل كاع الاشياء الشوائب اللي فيها. الا ما عملش هكا كتحول لا قدر الله الى خلايا سرطانيه. لذلك فمن الافضل للانسان دائما ياخذ نص معلقه يوميا ويواظب عليها، ما ياخذهاش بكميه كبيره. وكما قلت لا تاخذها المراه الحامل ابدا، تاخذها قبل الحمل. علاش قبل الحمل؟ لانه ينشط الخلايا او هرمونات المراه فيسرع بعمليه الحمل. وبعد الولاده كتاخذوه لانه كيحسن انتاج الحليب وكيخلي الدري يشبع من الحليب تاع الام ديالو، بالاضافه الى الفيتامينات كيحتوي عليها كفيتامينات الاملاح المعدنيه او اليود. هذه وغيرها من الناس، ولكن الانسان العادي ياخذ منه كل يوم نص ملعقه او اقل من شويه بالنسبه ملعقه لانه كينفعوا. ننتقلوا للوصفه الثانيه اللي هي عبارة على قهوة اللوز أو القهوة الحجازية أو قهوة ستي خديجة. كناخذ اللوز كنحطوه في الماء المغلي لمدة 5 دقائق حتى كيتغلى، ومن بعد كنحطوه في ماء بارد باش يساعد لينا أننا نزيلوا القشر ديالو. من بعد كناخذوه وكنجرشوه. اللوز على حسب المقدرة اللي عندك 2 معالق كبار، عندك 3، عندك وحدة اللي انت قادرة عليه. المهم هذا هو المقادير اللي هي عبارة، نذكرهم لكم وحنا كنشتغلوا. المهم في قامله او في طاسه او في حله كنحطوا نصف لتر حليب، كذلك حسب الرغبه تزيدي او تنقصي انت حره. كنحطوا معاه ملعقه ونص ديال بودره الرز، اوكي، دقيق الرز، وكذلك السكر. دقيق الرز كناخذوا فيه معلقه ونص، السكر على حسب الرغبه، بغيتي 2.5، بغيتي 3، بغيتي 1.5، بغيتي وحده، كيبقى الاختيار لك. كنحركوهم على البارد فقط وكنخليهم حتى كينسجم الخليط كله، عاد من بعد كنشعلوا له. بالنسبه لهذه الوصفه كذلك حتى هي مهمه جدا وسخونه وكتنفع في هذا الجو البارد. وان شاء الله باذن الله كل مره ديري تنوعي، كل مره ديري وحده اليوم وحده الغد ليه، انت حره، بالاضافه الى المشروبات الساخنه اللي انت اصلا تتعرفيها. واللوز كذلك غني بالفيتامينات وليه فوائد كثيره للجسم. واللي بغى يستفد اكثر كيدخل الانترنت وكيلقى العجب وكل واحد كيهضر، سواء كان الامر بالحب الرشاد او اللوز، كلها اشياء مهمه ومفيده. بالنسبه لهذه الوصفه هذه شعلت عليها النار ملي حرتها مزيان حتى غلات وبدات كتقال. اول ما كنحسها تقالت شوي بدا كينسجم الخليط، كنضيفوا عليه المجروش ديال اللوز المسلوق وليس الثاني، لان الثاني غنضيفوه ها هو هذا مقليته مقلي او محمر في الفرن. كنقسمو كنجرشو حتى هو كذلك، كناخذ منه كذلك لما يطهى الخليط ويخلص صافي وكملناه كنزيدو عليه 2 معلقات 3 على حسب الرغبه، ما فيهاش مقادير محدده، كل ما زدتي كل ما كان احسن، ولا ما كانش ايضا كيكون احسن عادي ماشي مشكل. كنخلطو مزيان، كنخليه واحد دقيقه واحده فوق النار غير كينسجم، من بعد كنزولو. بالنسبه لي انايا هذه غير حاجه عملتها انا، لان اللوز الامريكي ما كيكونش فيه مذاق ماشي بحال اللوز البلد اللي كنعرفوا، فانا زدت عليه نقطتين من الروح اللي كنسموه حنا روح او نكهه اللوز، اوكي.
نكهه اللوز، غير فقط تعطي واحد شويه ديال النكهه ما بايناش بزاف. صافي هنا نديرو خط، اول ما كيكون الخط متماسك ما يديرش ما كي يعني كيبان لك الخط واضح ما كيرجعش لمكانه. كنحسوا بان الخليط صافي راه صافي مقاد، وانت كتشوفي على عينك ميزان كيلا شفتي بان خلاص الخليط راه منسجم وخليط ودقتي وما حسيتيش فيه بلي انه فيه رائحه ديال الدقيق الني، خلاص راه هكا كان مزيان. كنحطوا دابا في الكؤوس التقديم. نصيحه اخرى هو ان هذا المشروب من الافضل انه يتحط اول ما تحضريه، تحطيه للناس او تحطيه لعائلتك او تحطيه لضيوفك اللي بغيتي، لكن فورا انا كنفضل هذا من عندي انايا، كنفضل انه يتعطى في نفس الوقت. كنحطو في اكواب خاصه، صغيره كانت او كبيره على حسب الموجود عندك، هذا اختيارك. ومن بعد نحطوهم كنزينوا هذه ديال حب الرشاد، ما كنزينوا بوالو. المشروب حب الرشاد كنخليه كيف ما هو، لكن ديال قهوه الحجازيه او قهوه ستي خديجه او قهوه اللوز كتحطي من الفوق، وهذا كذلك فقط الاختياري، كتحطي فوق منه اللوز بودره. هادو هما جوج ديال المشروبات اللي هما صراحه رائعين رائعين رائعين، ويحمروا لك وجهك يجوا عندك الضياف ديالك وحتى لولادك ضروري تبقى تعمليه ليهم، كل مره تعملي واحد فيهم. بالاضافه قلت لك الى الانواع ديال المشروبات الساخنه اللي انت كتقدمي، نوعي لهم مع هادو. اتمنى ان نكون قدمت لكم حاجه تفيدكم في هذا الشهور الجميله المباركه، والى اللقاء. وما تنساوش الاشتراك والتعليق واللايك. السلام عليكم.